السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم جميعا. النهاردة بقى طبعا هنعمل كشري مصري. تمام. النهاردة بقى طبعا احنا الايام دي فبنقضيها بقى كده الاكلات اللي هي الشعبية بتاعتنا. تمام. طبعا عشان رمضان طبعا ايه بقى اكلاته دسمة قوي وبتبقى كتير وعزومات وكده، وكل سنة وانتم طيبين، يعود عليكم الأيام بخير يا رب العالمين. معانا طبعا محتويات الكشري المصري عارفينها. معايا عدس اللي هو البني ده، معايا مكرونة سباكيتي او مكرونة شرايط، ومعايا مكرونة عقل اي نوع انت حباه. طبعا بسلق المكرونة النوعين مع بعض بسلقهم، وطبعا عاملة كمية قليلة لان احنا مش كتير زي ما انتوا عارفين. وطبعا بسلق العدس، طبعا غسلته كويس وبعدين حطيت مية عشان خاطر يتسلق. تمام. هنا بقى هعمل صلصة الكشري كله ورا بعضه كده اوان بسرعة. حطيت توم، وده التوم مكان بوريكم اهو العدس، وده التوم اللي مفرزينه. تمام. اهو كده هحمره، بس هديله تحميرة بسيطة كده، بس يبقى ذهبي كده ما يغيرش لونه. تمام. بس كده. وهنزل بقى عليه بالبهارات، فلفل اسود، كمون، وشموا الريحة، وكزبرة ناشفة. طبعا كل حاجة نص معلقة بسيطة كده. تمام. وشموا بقى الريحة، هتبقى ريحته تحفة 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 مع الثوم. وهنزل بقى بالطماطم، دول كانوا شوية كمون. تمام. هنزل بقى بالطماطم عليها. وطبعا لازم الطماطم تكون تقيلة شوية، يعني مش خفيفة، فاهمين قصدي؟ آه بس اهو تشوح كده، بصوا لونه عامل ازاي. اهو هنزل بقى بالطماطم كلها، وده لون الطماطم الطبيعية يا بنات، هو نفس اللون ده. تمام. بس هقلبه بقى كده على النار، وهسيبها بقى تتسبك. طبعا احط الملح بتاعها وهسيبها تتسبك. تمام. بصوا يا بنات، احنا الكشري ما بنحبش معاه الحمص. الحمص بيتسلق، بيتنقع ويتسلق. تمام. انا ما بنحبوش معاه، فبالتالي ما بعملهوش. تمام. والمكرونه هنا اتسلقت اهو. تمام. وصفيتها. وبصوا بقى، طبعا العدس غلي واستوى، بس نص يعني سواه كده، يعني تقريبا 80%. نزلت عليه، غسلت الرز ونزلت عليه، وجربوا الطريقة دي هيبقى حلو جدا وطعم الكشري بتاع المحلات. وطبعا عملت الشعرية، حمرتها في طاسة بره، ونزلت عليها في نفس اللحظة اللي انا حطيت فيها الرز، بعد الرز على طول الشعرية. تمام. وحطيت الملح بتاعي، وحابه تحطي كمون حطي، حابه تحطي حته توم برضو حطي نيه، هيديله تست حلو قوي، بس انا عملته كده خفيف يعني. تمام. عشان هستخدم التوم في الدقه وفي الشطه كلها. بصوا مفرفر ازاي وحلو جدا ونفس لونه كده. تمام. اهو طعمه حلو قوي 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 قوي. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا. هنا بقى الصلصه هي كانت اتسبكت خلاص. هعمل بقى الدقه والشطه. تمام. هعملهم على البارد، مش هعملهم على النار. هنا بقى بحط الثوم، اي مثلا برطمان عندك في البيت، اي ازازه، اي حاجه ممكن تعملي فيها. تمام. انا عشان خاطر يعني ما عنديش ازايز وكده، فحطيت برطمانات. عشان اللي هيتفضل مني هشيله في التلاجة، مش هيجرى له اي حاجه خالص. ينفع في اي وقت تاني، مفيش مشكله، مش هيخسر معاكي. تمام. هنا حطيت توم في واحد، وحطيت شطه في واحد، وحطيت معاه ملح، شويه ملح صغيرين. تمام. اهو زي ما انتم شايفين. وهنا حطيت ملح برضو شويه صغيرين. وهنزل هنا بنص كوبايه خل، وهنا بنص كوبايه خل. تمام. اهو جربوه بقى بالطريقه دي، حلو جدا 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 جدا، واحلى من بره بكتير. وطبعا بره طبق الكشري بقى قد كده. طبعا الدقه اللي هي بالخل والكمون، حطيت عليها معلقه صلصه من الصلصه اللي متسبكه عادي خالص. وهحط عليها شويه كمون. تمام. هنا بقى دي الدقه اللي هي الحاميه اللي هي بالشطه. تمام. حطيت عليها صلصة ونزلت بقى عليها كده بالمية دي كده اهي. عايزة اقول لكم كانت اطعم من الكشري.
اصلا اطعم من الكشري وترجيها كده، كل ما تيجي تستخدميها ترجيها كده. اي بقى برطمان عندك وتحتفظي بيها هتقعد في التلاجة عندك وقت طويل. تحتاجيها في اي حاجة تانية، مكرونة مثلا، كشري تاني، براحتك خالص. هنعمل بقى البصل. والبصل انا مبحطش عليه دقيق ولا حاجة، هو بس بقطعه طرنشات كده وبقليه في الزيت، وبيطلع مقرمش وحلو جدا وطعمه حلو جدا. تمام. انا مبحطش عليه دقيق، ما بقلبوش بدقيق، ما بقلبوش بنشا ولا باي حاجة خالص. بس زيت غزير ونزلت عليه بالبصل وخلاص. وهو البصل عايزه اقول لكم كان مقرمش جدا جدا جدا. حتى هتشوفوا دلوقتي وانا بحط عليه الملح. حطي عليه ملح وكمون براحتك خالص برضو. هقلبه كده. بصوا، عايزه اقول لكم كان مقرمش جدا جدا. انا اكلته كده من غير اي كشري ولا اي حاجه خالص. بس كده. هعمل بقى طبق كشري. عايزه اقول لكم الكشري كان طعمه حلو النهارده ومختلف جدا. هنا بقى حطيت الرز اهو. حطيه بقى، رتبيه باي طريقه انت حباها. وهنزل بقى بالمكرونه برضو زي ما تحبي. تمام. وهنا بعمل بايدي، احنا اللي هناكله يعني. تمام. بس اي كميه بقى انت عايزاها. هو سهل خالص خالص خالص. في ناس بقى بتعمل بتحط عليه حمص وبتحب الحمص. انا ما بحبش الحمص، ف يعني بحبه كده. تمام. بس اهو بقى حطيت اهو عليه شويه صلصه، ما بحبش عليه صلصه كتير كمان. وشويه بقى بصل كده. وهنحط دقه، وهنحط الدقه اللي بالخل اللي هي البيضه دي، الدقه بتاعه الكشري. وهنحط الشطه الحاميه. تمام. عايزه اقول لكم كده خفيف، طريقته خفيفه جدا. حتى الصلصه بتاعته مش تقيله ومش دسمه، ما تسبكتش قوي. وطبعا ما عملتش. في ناس بتحرق يعني بتحمر الشطه على النار لحد ما تشم ريحتها، وبعدين بزيت، وبعدين بتحط عليها بقى الصلصه، وبتحط عليها كل حاجه. بتبقى تقيله على المعده يا جماعه، وعايزه اقول لكم بتوجع المعده وبتبقى تقيله قوي قوي. جربوه بالطريقه دي هتعجبكم جدا. وخفيفه قوي قوي قوي، وهتقعد وقت طويل. يعني الشطه دي هتقعد وقت طويل معاكي في التلاجة. تمام. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب، وباي باي في فيديو جديد.